السلام عليكم. هنحل النهارده اتنين بروبلمز هما مرتبطين ببعض، يعتبروا نفس الانبوتس ولكن المطلوب مختلف شويه. البروبلمز اللي هنحلهم النهارده combination sum و combination sum 2، وبرضه من اسمهم هما الاثنين يعتبروا نفس الحاجه ولكن مع شويه تعديلات كده في المطلوب، فبالتالي الالجوريثم اللي هتتكتب في كل مره مختلف. هنركز على اول واحده ونشوف الثانيه شبهها في ايه. اول واحده بيقول لي given an array of distinct integers candidates and a target return a list of all unique combinations of candidates where the chosen numbers sum to target. هيديني array of distinct integers يعني ارقام مختلفين عن بعض، وهنشوف ايه من الارقام دول لما نجمعهم هيساوي التارجت. بيقول لي the same number may be chosen from candidates an unlimited number of times. يعني الرقم الواحد ممكن نستخدمه كذا مره، مش مره واحده بس. عندنا مثلا في اول example مديني الكانديديتس 2 3 6 7 والتارجت 7. الاوتبوت هتكون 2 2 3 و7. هنا استخدمنا الاثنين مرتين والثلاثه مره، بحيث دول كده مجموعهم 7، والسبعه لوحدها اكيد مجموعها لوحدها بدون اي elements ثانيه ب7. فده كان الاول. هنا مثلا لو الانبوت بتاعي الكانديديتس 2 3 5 تارجت 8، ممكن استخدم الاثنين 4 مرات. بيقول ان الاليمنت الواحده ممكن نستخدمها infinite number of time، فعادي استخدمتها 4 مرات، او استخدمها مره والثلاثه استخدمها مرتين، فبالتالي هتديني برضو التارجت 8، او الثلاثه مره والخمسه مره والتارجت هيكون 8. الحل هيكون عامل ازاي؟ الحل هنا هيكون في باك تراكنج برضو زي ما كنا بنعمل في السودوكو المره اللي فاتت، السودوكو سولفر المره اللي قبلها. هنعرف في الاول array اسمها ريز او result، دي اللي هنسجل فيها الكومبينيشنز اللي هنلاقيها، ونعرف جوه الفانكشن الاساسيه فانكشن ثانيه دي اللي هتبقى المسؤول عن الباك تراكنج. وطبعا اي باك تراكنج او اي حاجه فيها ريكيرجن عموما لازم نكتب البيس كيس. البيس كيس هنا حاجتين مهمين. لو انا لقيت التوتال بتاعي ايكوال التارجت، الاول نشوف احنا هنباصي الفانكشن دي ايه. هنباصي اندكس، ده اندكس عادي هنحركه كل شويه على حسب احنا عايزين ناخد الاليمنت الحاليه ولا لا، وكومب دي الكومبينيشن الحاليه اللي انا بجمعها، وتوتال ده المجموع الحالي اللي انا شغال عليه. لو التوتال ساوى التارجت اعمل لي بوش للكومبينيشن الحاليه. بس الكومبينيشن هنا ما ينفعش اكتب كومبينيشن على طول، لازم اعمل الثلاثه دوتس اوبريتور دول او السبريد اوبريتور جوه اري ونعمل لها بوش للريزلت. دي حاجه تبع السنتكس بتاع الجافا سكريبت نفسها. ده كده في حاله ان عندي valid combination. طب لو انا عندي invalid combination، هي هنا يا invalid combination يا انا خرجت عن حدود الاري اصلا بتاعت الكانديديتس، لان دي فيها احتمال، لان الاري هنا مش سورت. انا ممكن اعمل لها سورتنج واتخلص من الكونديشن دي، بس ملهاش لازمه، هتزود لي ران تايم على الفاضي. فانا هقول له لو انا خرجت عن حدود الاري او التوتال اكبر من التارجت اعمل ريتيرن بس. ريتيرن بس دي يعني في invalid combination هنا، فالغي البرانش اللي انت شغال عليه دلوقتي. طبعا في الباك تراكنج احنا بنشتغل من نقطه بدايه اللي هي هتكون دي، وفي كل مره هنمشي طريق من طريقين او من كذا طريق على حسب احنا كاتبين الفانكشن ازاي. احنا هنا مثلا قدامنا كل مره شغالين فيها على اليمنت معينه طريقين، يا ناخد الاليمنت الحاليه يا نعمل لها سكيب ونشوف الاليمنت اللي بعدها. لو احنا خدنا الاليمنت الحاليه نعمل لها بوش ونجمعها على التوتال. عملنا هنا بوش على كومبينيشن، وعملنا ريكيرسيف كول لنفس الفانكشن بتاعتنا دي بنفس الارجيومنتس بالظبط، بس التوتال جمعنا عليه الكانديديتس اوف الاندكس، لان احنا كل شويه بنجمع الاليمنت الحاليه او الاليمنت اللي احنا شغالين عليها حاليا يعني. طيب ده في الباث اللي انا هاخد فيه الاليمنت. طب الباث اللي انا مش هاخد فيه الاليمنت، انا عملت له هنا بوش، ده انا كده خدت معايا الاليمنت. طيب عايز بقى اقول له نمشي في سكه ثانيه ما ناخدوش معانا، نعمل له بوب. انا كده عملت له بوش وبصيته للفانكشن دي، فهي كده خدت في الاعتبار الكانديديتس اوف اندكس، كده خدت في الاعتبار كانديديتس اوف اندكس. طيب لما نعمل له بوب بقى ونبصيها تاني كده ما خدناهوش في الاعتبار. طيب ما ينفعش اعمل نفس الكول ده تحت هنا بالظبط، لازم شويه تغييرات. اول تغيير ان انا هغير الاندكس، اشتغل على الاندكس بتاع الاليمنت اللي بعدي على طول، فهبصيله اندكس بلس 1، والكومبينيشن برضو زي ما هي، والتوتال لوحدها بدون ما اجمع عليها الكانديديت، لان منطقيا لو انا مش واخد في الاعتبار الكانديديتس في الاندكس الحاليه في الباث ده فمش هجمعه على التوتال، فعشان كده كاتب توتال بس. كده هيعمل لي كده هيستكشف كل الباثس الممكنه، سواء باخد الكانديديتس في الاندكس ولا ما باخده. وطبعا البدايه بتاعتنا عند اندكس اوف 0 ونو كومبينيشنز، مفيش كومبينيشنز لسه اتعملت، والتوتال بدايته مش 0، وفي الاخر هنعمل ريتيرن للريزلت. لو جينا نجرب نعمل سبميت بيتس 100% اهو. هو اوقات برضو
يعني بيجيب مثلا 3 ملي سكند، 4 ملي سكند، 2 ملي سكند. هنا 0 ملي سكند مش مقياس. انا ممكن اوري حتى السبمشنز في كتير، 5 في 2 في 4، في حاجات برضو كانت حلول تانية، بس ايه الموضوع مش مقياس قوي. طيب دي كومبينيشن سم. نفتكر بس سريعا اللي بيميز البروبلم دي ان عندي distinct integers، وممكن اخد من كل element the same number may be chosen from candidates an unlimited number of times. تمام. طبعا الالجوريثم دي ضمن لي برضو حاجه، ان كل combination هتكون مختلفه عن الثانيه، او هيكون عندي يعني unique combinations. طيب next question بيقول لي given a collection of candidates and the target برضو find all unique combinations in candidates where the candidate numbers sum to target. نفس الموضوع كله، بس هنا الاختلاف في ايه؟ هنا الاليمنتس مش يونيك او مش distinct، في elements متكرره عادي. ده اول اختلاف. ثاني اختلاف كل نمبر في الكانديديتس may only be used once in the combination. طبعا الاختلافين دول هيغيروا الدنيا كلها. وبيقول لي note the solution set must not contain duplicate combinations. المره اللي فاتت ما شغلناش بالنا قوي بالدوبليكيت كومبينيشنز، لان احنا كده كده كنا بنستكشف الكومبينيشنز، فكان كباي برودكت، كان الالجوريثم كباي برودكت للامبلمنتيشن بتاعها، ان كل الكومبينيشنز اللي كنا بنطلعها كانت يونيك، مفيش اي حاجه دوبليكيت. هنا ممكن يطلع دوبليكيت عادي، فلازم نخلي بالنا من الحوار ده. لو جينا على اول اكزامبل كانديديتس دول والتارجت 8، الاوتبوت هيكون عامل ازاي؟ في هنا واحد متكرره مرتين، لان هي في الكانديديتس اصلا مكتوبه مرتين، ماشي. وخدنا السته دي اهي، فدول كده عملوا التارجت 8. طيب ممكن اخد واحد معاها 2 5، ده كومبينيشن تاني. ممكن واحد ومعاه 7، ده كومبينيشن تالت. ممكن 2 معاه 6، ده كومبينيشن رابع. ناخد بالنا برضو انه بيقول each number in candidates may only be used once in the combination، مش once عموما. يعني مثلا مش اللي هو استخدم دي مره ودي مره وخلاص، لا، جوه كل كومبينيشن شغال عليها تستخدم وانس، مش في العموم. يعني هنا انا استخدمت اول واحد دي، هنا انا استخدمت الواحد دي مره والواحد دي مره جوه الكومبينيشن ده. طب جوه الكومبينيشن ده انا استخدمت دي مره، طب جوه الكومبينيشن ده استخدمت دي مره، وهكذا. كل كومبينيشن منفرده بنفسها عن الثانيه. وفي اكزامبل 2 برضو نفس الكلام. عندي الاثنين مثلا هنا متكرره 3 مرات، فانا خدت الاثنين دي والاثنين دي والواحد، والتارجت هنا ب5، مجموعهم 5 فعلا، وكومبينيشن ثانيه 5 لوحدها. الحل المره دي هيكون عامل ازاي؟ انا محتاج في الاول قبل اي حاجه اعمل سورتنج للكانديديتس. ليه؟ لان ما دام عندي الكانديديتس او النمبرز اللي جواها مش ديستنكت، فانا محتاج كل الارقام اللي متكرره يكونوا جنب بعض، بحيث اعرف اشتغل عليهم وما اكررش حاجه. ازاي؟ معرفين الريزلت هنا عادي زي المره اللي فاتت، مسمينها هنا باك تراك. المره اللي فاتت كانت ميك كومبينيشن، ايا كان الاسم يعني. منبسطين برضو الاندكس والكومب والتوتال. عندي البيس كيس بتاعتي نفس المره اللي فاتت، حاله ان التوتال ايكوال التارجت. في برضو بيس كيس ثانيه، حاله ان الاندكس اكبر من او يساوي candidates to length، او التوتال اكبر من التارجت، دي بتبقى invalid combination. هنا هنشتغل في 2 باثs. اول باث هناخد فيه الكانديديتس اوف الاندكس، نعمل له بوش ونعمل باك تراك، بس هنبصي هنا الاندكس مجموع عليه واحد، الاليمنت الواحد ما ينفعش نستخدمه اكتر من مره، فاحنا في الحالتين هنباصي اندكس بلس ال1، هنا اندكس بلس 1 وهنا اندكس بلس 1. تمام. المره اللي فاتت كنا بنباصي دي اندكس بس، لان ممكن الاليمنت الواحده نستخدمها اكتر من مره، لكن هنا الاليمنت الواحده تستخدم مره واحده فقط جوه الكومبينيشن بتاعها. فبالتالي هنعمل اندكس بلس 1 وهنباصي التوتال مجموع عليه الكانديديتس اوف الاندكس. طيب الباث اللي بعده هنعمل بوب للكانديديتس اوف الاندكس اللي عملنا له بوش من شويه ده. وهنا سطر مهم، ده اللي بيضمن لي ان مفيش اي كومبينيشنز متكرره. طب ازاي؟ لو انا جيت اشيله، شوف الاول تاثيره على الحل هيكون عامل ازاي. لو جينا نبص هنا هنلاقي في كومبينيشن اهو 1 2 5، وكومبينيشن ثاني 1 2 5، في كومبينيشن 1 7، كومبينيشن ثاني 1 7. فهنا في تكرار، والتكرار هنا برضو نتيجه ان في هنا واحد متكرر. هو واخد في الاعتبار ان دي كاليمنت اهو استخدمها كذا مره ودي نفس الاليمنت استخدمها كذا مره، مش جوه نفس الكومبينيشن، لا، في العموم. واخد ان دي استخدمها كذا مره ودي استخدمها كذا مره، فبالتالي هيديني كومبينيشنز شبه بعض او متماثلين بالظبط. فلا، انا مش عايز كده، انا عايز كل الكومبينيشنز تكون مختلفه عن بعض. فالحل هيكون من السطر ده. السطر ده برضو شغال من اننا عملنا للسورت، من اننا عملنا للكانديديتس سورت، فكل الارقام المتكرره هيكونوا جنب بعض. هقول له الكونديشن الاساسيه بتاعتي ان طول ما الكانديديتس
equal طول ما الكانديديتس اوف الاندكس equal الكانديديتس اوف اندكس بلس ال1 اعمل الاندكس بلس. طول ما في اتنين اليمنتس جنب بعض نفس الاليمنت بالظبط اعمل بلس، فكده يعمل سكيب لكل الاليمنتس المتكرره. طيب دي لوحدها ما تنفعش، لازم معاها الكونديشن دي تضمن لي ان احنا ما نخرجش عن الباوندز. فهقول له برضو معاها ان اندكس بلس ال1 اقل من candidates دوت اللينك. انا كل القلق يجي من اندكس بلس 1. اندكس كده كده ما دام دي ما فيش منها قلق، فدي بالتالي ما فيش منها قلق، ان دي عادي ممكن تخرج بره الباوندز بتاعه الاري. عشان كده اندكس بلس 1 اقل من candidates دوت اللينك دي هتضمن لي ان ما يحصلش اي حاجه اوت اوف باوند. دي لما تيجي تتنفذ، لو انا عندي الاري بالشكل ده مثلا، لو انا جيت عند الثلاثه هنا عمل بلس بقت الثلاثه هنا، عمل بلس بقت الثلاثه هنا تاني. طيب الاندكس بقى هنا، هل ينفع اخد دي؟ ما ينفعش. فبالتالي انا لما هطلب الباك تراك يدخل لي في الباث الثاني اللي انا محتاجه بخليه اندكس بلس ال1. في الحالتين انا بطلب اندكس بلس ال1، وكون ان الاندكس وقفت عند اخر رقم متكرر هنا، البلس 1 هيدخل لي في الرقم اليونيك اللي بعده، فيضمن لي ان مفيش اي تكرار هيحصل. بس دي كل الالجوريثم عندي. وطبعا في الاخر هنطلب باك تراك 0 اللي هو الاندكس، نبدا من اندكس 0 كومبينيشن، مش اي كومبينيشنز لسه، والتوتال بدايته ب0، وهنرجع في الاخر ريزلت. لو جينا نعمل سبميت اهو الران تايم، طبعا الران تايم هنا مش احسن حاجه، هو اوقات بيجي 7، اوقات بيجي 2، اوقات بيجي 4، في شويه اوبتمايزيشنز ممكن تحصل. هنا برضو يعتبر نفس الالجوريثم نوعا ما، ولكن مع شويه اختلافات. هنا بدل ما بيعمل سامينج بيطرح كل شويه الاليمنتس، ولما ناتج الطرح في الاخر يديني بزيرو، فاكيد الاليمنتس اللي عندي دي سوت التارجت، لان كل شويه بيباصي تارجت في البدايه ويبدا يطرح منه الاليمنتس كل شويه. فدي زي ايه، ابروتش مختلفه شويه للبروبلم. بس انا اخترت الابروتش دي لانها شبه اللي فاتت بالظبط، ما يعتبر نفس الابروتش بالظبط، ولكن مع شويه اختلافات، بحيث برضو نعرف هنا نطبق الحل ازاي وهنا نطبق الحل ازاي. وبس كده، شكرا.